نسيب بعض بأدب، نسيب بعض مفيش مشكلة، بس نسيب بعض بأدب. أحد الصالحين لما جاء وحصل خلاف جامد جدا بينه وبين زوجته، أصحابه قاعدين معاه، قول لنا يا عمي ايه اللي حصل؟ قال لهم كيف أتكلم عن عرضي؟ هتكلم ازاي عن ست تحمل اسمي؟ خلاص الخلاف اشتد وراح مطلقها. قعدوا معاه، ايه اللي حصل بينكم؟ قال كيف أتكلم عن امرأة لا تحل لي؟ ازاي اتكلم عن واحدة ما ينفعش ان نتكلم عنها اصلا؟ خلي بالكم ان الانسان يسيب الانسان بأدب، والله نعمة كبيرة جدا ما يعرفها الا اللي عايش فيها. انا هم بعيش مع ناس وانا زي اي حد، ممكن ان انا اتأذي من فلان او فلان يأذيني او كذا او كذا، هنسحب من هذه العلاقة كان قريبي او صاحبي او انسحب بحاجتين. اول حاجة بأدب، اعمل شيخ بأدب، انسحب وانا ايه؟ مؤدب، ما سئش ليه وما اتكلمش عليه، حتى وانا اساء لي خلاص الله يسهل. الحاجة الثانية بصمت، يبقى انت هتنسحب من اي علاقة تنسحب بأدب وبصمت. هكذا تعلمنا من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما بقى بنلاقي بعض الناس حصل خلاف بينه وبين مراته، يلاقي مش عارف هو جري على المحامي فلان، ربنا يحفظ المحامين يا رب ده شغلهم، ولكن الشاهد في الكلام ازاي يا اخوانا ان زوج وزوجه يقفوا قدام الناس متخاصمين قدام بعض؟ يا اخوانا ده كانت في يوم من الايام تنام بجوارك وتاكل معها وتشرب معها وتعيش بجوارها، وهي تحمل اسمك وانت تحمل اسمها. عند الافتراق نفترق بأدب. والله لو افترقنا بأدب حتى لو كنا نرجع وهي القلوب صافية. وكلمة والدي قالها لي زمان، لما تزعل من حد اترك مجال للصلح. يعني كده انت عايش كده مع فلان وخلاص هتسيبوا بعض، خلي الباب مفتوح ما تقفلوش. يعني ايه يا شيخ؟ يعني ما طلعش بقى كل الدخل اللي جواي. والله انا عارف واحد ينطبق عليه قول رسول الله واذا خاصم فجر. يعني ايه؟ الاقيه يحصل خلاف بينه وبين قريبه، تلاقيه يطلع يحارب بكل ما اوتي من قوه ويشتم في قريبه وينسب لقريبه حاجات ما يعرفهاش. شويه عايز يصالح مع قريبه يرفض. ليه ما انت ما خليتش مجال للصلح؟ ونلاقي واحد تاني حصل خلاف بينه وبين مراته، طب سيب مكان للصلح. لا، يطلع بكل ما اوتي من قوه على نسيبه، وهي تطلع بكل ما اوتي من قوه على زوجها، ونبدا نحارب بعض ونبدا نسب في بعض ونبدا نلعب في بعض. ما كان يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخلاق يا اخوانا، اللي يسيب بأدب، اللي يسيب يا اخوانا يعمل ايه؟ يسيب بأدب. حتى عشان لو انت معاك ابن يطلع يحترمك، ما يقولش ما يعتقدش ان انت اعتديت على حق امه. وهي نفس القصه، علشان زوجها او اهل جوزها يحترموها. واختم بخطبتي هذه الكلمه، واحب جميعا ان اختم الخطبه بهذه الكلمه. لما قال حضرة رسول الله عش ما شئت فإنك ميت، الأمين جبريل قال لسيدنا النبي عش ما شئت فإنك ميت. لما الشيطان يبدأ يضحك عليك ويبدأ ياخدك لطريق الظلم والفساد، تذكر هتموت. عش ما شئت فإنك ميت. لما تيجي تظلم حد افتكر ان هو يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسأله يا رب اسأله ليه ظلمني. والله قلب المظلوم
بينفطر من كتر الظلم اللي بيذوق. لما تظلم حد لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عاقبته إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تذكر جيدا، اوعى تيجي على حد، اوعى تفتري على حد، اوعى تتباهى بمالك على حد، اوعى تتباهى بشغلانتك على حد، اوعى تتباهى بصحتك على حد. والله ما شفنا اي حد بيتباهى بحاجه الا لما ربنا بيشيلها من وشه. لما كنت ماشي ولابس الزي الازهري، لابس الطاقيه وماشي، واحده توقفني: يا مولانا عايز بس اسالك عن سؤال. اتفضل يا ست. تقول لي: الناس بتقول ان انا مش هخش الجنه، الناس بيحكموا عليك ليه؟ قالت: اصل انا انفصلت. جميل. بعد ما انفصلت جوزي وحماتي وروني يا مولانا كل العذاب الوان، وتحملت واقول علشان الحياه لحد ما طاقتي خلاص نفدت. ودي مشكلتنا، لما بنلاقي حد متحمل تبدا ندوس عليه. بتقول: بعد الطاقه ما نفدت خلاص قررت ان انا هتطلق، مش هكمل تاني في هذه الاسره. بعد كده ابوه عمه بعد ما كانوا راكبين في العالي بداوا ينزلوا على الارض: روحي، خلاص ما هي الطاقه بقى نفدت، هتطلق. بتقول: لما جيت اتطلق يا شيخ عندي العزال. اول حاجه مش هتاخدي عزال جوزك، هتاخدي عزالك بس. وافقت يا مولانا وانا مضطره. طب حماتي تعمل ايه؟ ابويا يا شيخ حالته على الله خالص، كان شاري الحاجات بالقسط وما اتجوزتش يا شيخ الا سنتين بس. والله يا شيخ سنتين عدوا عليا كانهم 20 سنه في العذاب المهين. تقول: يا شيخ رحنا، اخواتي راحوا ياخدوا العزال، المواعين اتخربت، العزال اتسرق، اللي سرقوه بس اللي سابوه فاسد. اللبس يا شيخ والملايات ومش عارف ايه عليهم زيت غير صالحين للاستخدام. اللبس يا شيخ الخروج بتاعي كان مقطع، المواعين اتخرمت، مش عارف ايه اتكسر. والله يا شيخ ما سابوا لي حاجه صالحه ابدا. بتقول: قاعده في بيتي وابويا داخل عليا البيت وجهه يسود من الحزن. تقول: نظرت الى ابي، بصيت لابويا: ايه اللي حصل؟ عزالك اهو. بدات االف في العزال، هو ده العزال اللي جاي من سنتين، وده العزال اللي جاي من سنتين، وده العزال اللي جاي قسط، وده العزال اللي ابويا تعبان وشقيان والشغل عند الناس فيه، وده العزال. تقول: بكيت وقلت يا رب بلسان المصري الفلاح الجميل، مش حافظ أدعية بس قلت: يا رب أنا ظلمت وعايز حقي، يا رب أنا ظلمت وعايز حقي يا رب منك. كل يوم أبص لحاجتي وعيط وأدعي. بعد كده رحت بعت رسالة للي كانت حماتي. الرسالة بتقول: يا شيخ زي ما دمرت حياتي وخربت بيتي، ربنا يا رب قبل ما تموتي تتعبي في موتك وما تبقاش طايقه لا حياه ولا موت، وربنا ينتقم منك زي ما انتقمت مني. بتقول: حماتي خدت الكلمتين وردت الكلام كان سخريه. مرت الايام كده والسنين، حوالي 7 سنين هو كان يتجوز وهي قاعده كتبوها. تنام عين الظالم وعين المظلوم لم تنم. تقول: كلما أتذكر أدعو الله على زوجي وعلى أمي. بعد 7 سنين حد قال: يا فلانة. نعم. عارفة حماتي أو اللي كانت حماتي؟ مالها؟ هناك تعبانة تعب الموت. بتقول: قلت قول له ربنا يزيدها. طب اسمعيني بس أنا جاي لك، هي بعتان. بتقول لك: سامحيني لله، كل الدعوات اللي انت ادعيتي عليا بيها حقت فيا،
وانا بتكبر ومش عايز اقول لك، فسامحيني لله. بتقول فرديت وقلت والله يا رب انا بدعيك زدها يا ربي ألم ومرض فوق مرض وعذاب فوق عذاب ومرض واحدة واقفة بتقول لي لو ما سامحتهاش انت هتخش الجنة. تقول لا، ردات بتلقائية، وقلت الجنة لو واقفة عليها انا مش عايزاها. سامحني يا شيخ على الكلمة دي، بس انا بقولها من الحرقة. يا شيخ لو ما سامحتهاش انا هخش النار فعلا؟ قلت لها ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى رحيم الرحمن. كلمت عن التسامح فابت. خلاص انا ظلمت، جت عليا، عملت معايا كذا، عملت معايا كذا، والله لن اسامح هذه المرأة الا امام الله. المرأة قعدت في مرض الموت عام كامل تتألم. حماتها قعدت 12 شهر مريضة، والله سبحانه وتعالى يقتص منها. إخواننا، آخر حاجة هقولها وهنزل من على المنبر بعديها. إخواننا، بكل وضوح من عدل ربنا سبحانه وتعالى إن بيشفي قلب المظلوم من الظالم. جارك اللي ظلمك أو أخوك أو مراتك أو زوجك أو ابنك أو بنتك أو أبوك أو أي حد، ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي إنسان مظلوم ما بيموتش ولا الظالم بيموت إلا لما الظالم ينكسر قدامه. وده قاعدة أساسية، فلا تظلمن إذا ما كنت